حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل اي حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يا رب ايام رمضان كلها تكون خير عليكم باذن الله، وتكونوا فرحانين فيها، ويتم كل اللي نفسكم فيه يا رب، ويحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، ويعتق رقابنا من النار، ويغفر لنا ويرحمنا ويهدينا ويرضى عنا دايما يا رب. والنهارده بقى جايبه لكم حاجه جميله جدا هتسهل عليكم ان انتوا تعملوا الممبار، ويبقى سهل قوي. بس قبل اي حاجه، ليس فضلا وليس امرا، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وكمان لو لايك جميل منكم يبقى متشكره جدا جدا ليكوا حبايبي، ومتشكره جدا للناس اللي متابعاني، ومتشكره جدا للناس اللي بتقول لي كومنت جميل، وبشكر كل اللي بيتابعني وبيشجعني. ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما بتكبروا بخاطري. بصوا بقى، اللي عايز يجيب العجان بالمفرمه وكمان مع الخلاط، انا جربته جميل جميل جميل. لو عايزين كل تفاصيله اسمه قولولي في الكومنتات وهرد عليكم اكيد. بس جميل جدا في حكايه ان هو معاه قطعه للممبار. انا في الاول حطيت القطعه بتاعت السجق وهي رفيعه شويه، فحطيتها فكرتها يعني عادي ينفع تتعمل، فحطيتها لقيتها ما بتنزلش الرز. حطيت الاكبر شويه، هي دي بتاعت القطعه بتاعت الممبار، هو جاي معاه كذا حاجه يعني، كذا قطعه. بس الصراحه اول ما حطيتها بصوا، يعني الممبار اللي بياخد معانا بالساعه على ما نقعد نحشيه ونقعد نعمله وبيزهقنا، انتوا عارفين في كتير مننا بيعاني يعني. بصوا والله العظيم حببتني في ان انا عايزه 20 كيلو ممبار اقعد احشي فيهم. جميله 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 وعجبتني جدا وسهله وزي الفل وحلوه. بصوا يعني انا بحب اربط الممبار يا جماعه، لان انا جربت قبل كده ان انا اعمله زي ما شفت في ناس يعني بتحطه في الميه وهو بيقفل، لا لقيت الرز كله بيطلع مني كذا مره وباظ. فانا بربط الممبار من هنا ومن هنا، بتفضل مفيش ولا حبايه رز في الشوربه، وهتشوفوه معايا وجميل وزي الفل وحلو قوي. بصوا هي سهله الاستخدام جدا 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 وجميل قوي يعني، هتحبوه قوي وهينفعكم. وانا جربته الصراحه، يعني اول حاجه دي الممبار جربته فيه، فلسه ان شاء الله هعمل معاكم حاجات تانية كتيرة قوي في العجان الجديد ده، وهوريكم برضو كل حاجة وايه الحاجة اللي فيه يعني الوحشة، وايه ايه الاستخدام الكويس، وايه المميزات وايه عيوبه يعني. بس هنا عندي ميه بقى سخنه بعد ما خلصت الممبار، والله عايزه اقول لكم ما خدش 5 دقايق معايا. والله العظيم يا بنات بصوا جميل جميل تحفه تحفه والله العظيم بجد. يعني انا كنت فرحانه قوي، وانا ما بحبش الحشو الممبار ده، كلنا عارفين بيتعبنا كده وبيخلينا نزهق ونفضل نقول هنحط قمع ومش عارفه ايه هو طبعا مش هتشتري العجان مخصوص علشان تعملي الممبار يعني، بس انا بقولك لو هتشتري اشتروا يا جماعه اللي فيه المفرمه، وفيه اللي هي قطع الممبار ده، وفيه كمان قطعه السجق معاه كذا قطعه يعني جميله وحلوه جدا. فانا بقولك لو هتشتري اشتري بالمره العجان ده. بصوا بقى هنا انا كمان بقى حطيت الممبار، وحطيت له لومي وكمون وفلفل اسود وكزبره. وطبعا الملح مش بنحطه للممبار غير لما يدخل في السوا. وحطيت له شويه طماطم ضربهم في الخلاط وسبته مع نفسه بقى. وهنا على جنب هعمل معاكم البشاميل، وهجرب احطه في الطاجن. المره دي مش عايزه احطه في صينيه ولا في طاسه ولا في اي حاجه، قلت اجرب ان انا احطه في الطاجن. الصراحه جربت كذا اكله في الطاجن زي ما انتم شفتوا اللي متابعني وعارف قناتي. انا بقيت اجرب الاكل كله في الطواجن، طعمه تحفه وعجب جوزي جدا. كل شويه يقول لي لا ما تعمليش في حلل، اعملي لنا في الطواجن. حتى ولادي برضو عجبهم الطعم. فهنا عندي هنا عندي 3 معالق سمنه، وكمان بحط عليهم شويه زيت. طبعا بالنظر يعني، وزي ما انت شايفه بتحطي حبه شويه كده، بتقدريهم بقى كام معلقه، مثلا 5 بتحطي 5 معالق دقيق، انا بحبه اعمل كده. 5 معالق دقيق و5 معالق سمنه، او زي ما بقولك 3 معالق سمنه وحبه زيت. وحطيت هنا بابريكا وكمون وفلفل اسود، وكمان بحط مكعبين مرق وذره ملح، لان دايما الملح لازم بيعادل المرقه شويه، بحط ذره ملح كده بتبقى حلوه. وسبته على النار بقى هيبقى زي الفل وجميل. وانا بحبه مش تقيل، بحبه حلو كده يعني خفيف سنه. وعندي هنا بصله كمان هعصج اللحمه و وهحط عليها اللحمه، وهحط عليها كمون وفلفل اسود وكزبره، وعندي بصل بودر وكمون بودر، وكمان حبه بابريكا. ساعات بحط دبس رمان بس ما حطيتش المره دي. وحطيت البهارات ال7.
على فكره البهارات السبعه دي جميله جدا، حطيتها برضو في خلطه الممبار وطعمها تحفه، بتخلي المحشي يروح في حته تانية. انا حاطه بصل يا جماعه، علشان اللي هيقول حاطه بصل انت بتحطي بصل بودر ليه، انا بحب احط التوابل دي، بتخلي طعم الاكل على فكره والله جميل جدا زي المطاعم وبيبقى تحفه يعني. انا مش بشكر في اكلي، بس جربوا قولولي وهتلاقوا زي ما انا بقول لكم. عندي المكرونه اهي كنت سلقاها، هحط بقى معلقه سمنه كده في الطاجن من تحت برضو عشان تساعد على التحمير، لان احنا عارفين ان الطاجن بياخد وقت على ما بيسخن. واحط حبه بشاميل، انا ما بحطش بشاميل واقلبه في بعضه، لا انا بعمل زي ما انتم شايفين كده وبيطلع تحفه وزي الفل وجميل. وهحط اللحمه، وهحط فوق اللحمه برضو حبه بشاميل تاني بيخلي طعمه جميل قوي. عندك جبنه حطي، انا ما كانش عندي جبنه وكانت خلصانه، برضو بيخلي طعم البشاميل حلو قوي. وهحط الرق الاخير، وهحط البشاميل، وهضرب بقى بيضه في حبه في الاخر كده، بسيب حبه في الاخر بضرب فيهم بيضه، واحط حبه فلفل اسود عليها وبضربهم كويس جدا، وبحطها بقى على الوش، بتخلي منظر المكرونه اكنك حاطه جبنه وحاطه حاجات كتير قوي، بيبقى شكلها تحفه ومغري قوي قوي وجميل، بالف هنا للي ياكل. يا رب وصفاتي تكون بتعجبكم واكون خايفه على قلوبكم. شجعوني بقى بالله عليكم، عايزاكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وكمان عايزه منكم لايك، يعني مش هتخسري حاجه خالص لو جبرتي بخاطري وحطيتي لايك واشتركتي في القناه. ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري دايما يا رب، اللهم امين. وده كان اكلي اهو، شويه سلطه وكمان عملت شويه